بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح الخريطة الإدارية لمصر الرسمية، التقسيم الإداري طبقا للحكومة المصرية. نشوف مع بعض في على اليمين الخريطة من جوجل، وفي على الشمال هنشوف التقسيم الرسمي للمحافظات المصرية. لو جينا نشوف على جوجل هنلاقي هنا في منطقة الدلتا اللي هي هنا الزحمة دي كلها مجموعة محافظات، يعني يبان ان هي صغيرة لكن هي عدد السكان والكثافة عالية جدا فيها. وطبعا محافظات الصعيد، مصر العليا زي ما انا بحب اقول عليها، يعني لحد بحيرة ناصر، وهنا الحدود مع السودان. في اليمين هنلاقي في شبه جزيرة سيناء. احنا اتفقنا ان الخريطة شبه مربعة زي ما انتم شايفين. طبعا اتجاه الشمال لفوق زي ما قلنا قبل كده في فيديو سابق. البحر المتوسط هو الساحل الشمالي، او يوجد على الساحل الشمالي. عشان كده حتى منطقة الساحل الشمالي اللي في العلمين، لا، هو ساحل الشمالي لمصر بيبدأ من بداية الحدود مع ليبيا لحد نهاية الحدود مع فلسطين عند رفح. دي كلها ده الساحل الشمالي لمصر. لكن مجازا احنا بنقول على المنطقة اللي من الاسكندرية لحد مرسى مطروح بنقول عليها الساحل الشمالي. هو زي ما انتم شايفين كده على الخريطة جوجل ايرث هتلاقوا كده المنطقة دي هي الساحل الشمالي والعلمين. طيب نبدأ ناخد المحافظات واحدة واحدة، ونبدأ من فوق من الشمال الشرقي الحدود مع فلسطين. هنلاقي شبه جزيرة سيناء. نكبر كده ونشوف شبه جزيرة سيناء. طبعا هي عبارة عن محافظتين، شمال سيناء وجنوب سيناء. لكن اللي الناس ما تاخدش بالها منه ان بورسعيد والاسماعيلية والسويس ليهم في جزيرة شبه جزيرة سيناء اجزاء تابعة اداريا ليهم. يعني لو جينا بصينا للسويس، احنا معلش شمال سيناء تقع طبعا في الشمال، وفيها العاصمة بتاعتها اسمها العريش، وطبعا فيها عدة مدن كثافتها طبعا مش عالية خالص. في بير العبد، في نخل، في طبعا رفح، يعني في عدة مدن. وتحت هنلاقي جنوب سيناء. طبعا جنوب سيناء غنية عن التعريف. شرم الشيخ في الجزء ده بتبص على البحر الأحمر وخليج العقبة، وفي خليج السويس على الشمال. لكن اللي أنا كنت بقوله إن محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، هنلاقي مثلا لو بصينا على السويس هنلاقي مدينة راس سدر هي تابعة إداريا للسويس، يعني بتعدي النفق، ولما توصل لراس سدر انت لسه برضو تبع محافظة السويس. محافظة السويس برضو اللي ما ياخدش باله هي واصلة لحد الزعفرانة، ودي منطقة قبل الغردقة بحوالي 150 كيلو يمكن اكتر. فنقول ان العين السخنة اللي هي بتقع على خليج السويس في المنطقة دي بالظبط، العين السخنة تبع محافظة السويس اداريا. في عندنا الاسماعيلية، والاسماعيلية ليها جزء في سيناء الأنطرة شرق، وفي مساحة كبيرة تابعة للمحافظة. بورسعيد طبعا في الجزء اللي هو شرق بورسعيد، وفي ميناء مشهور جدا اسمه شرق التفريعة او شرق بورسعيد يعني، ومعروف جدا هو يقع في شبه جزيرة سيناء. لو جينا ناخدها بقى بالجنب كده، المكان الزحمة ده كله مش عارف الريزوليوشن هيكون كويس معاكم وظاهر ولا لا، لكن هو او بعد بورسعيد هنلاقي في دمياط، وهي محافظه صغيره نسبيا لكن الكثافه السكانيه عاليه فيها، وبتتميز بالحقول البترول اللي موجوده فيها، وطبعا خشب دمياط المشهور جدا والحلويات. محافظه مشهوره وعاصمتها هي دمياط. ننزل تحتها على طول نلاقي الدقهليه، والدقهليه ليها على ساحل البحر الاحمر برضو. هي تقريبا بتحوط دمياط، مش تقريبا، هي بتحوط دمياط من كل الاتجاهات ما عدا بس جزء صغير كده بورسعيد هي اللي جنب دمياط فيه. لكن الدقهلية عاصمتها المنصورة، وهي بتبقى ليها حدود مع يمكن أكتر محافظة ليها حدود مع محافظات تانية. هنلاقي مثلا الشرقية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية، كل دول بيحاوطوا محافظة الدقهلية. محافظة كبيرة وشهيرة. وننزل تحت الدقهلية هنلاقي في محافظة الشرقية. محافظة الشرقية رغم ان مساحتها على الخريطة تحس ان هي صغيرة، لكن هي أكبر كثافة سكانية بعد القاهرة طبعا.
القاهرة والجيزة، ومحافظة كبيرة شاسعة، ولما تمشي بيها تتحرك بالعربية تتحرك جوه المحافظة، تحس ان انت اتحركت كتير جدا. القرى فيها عددها كبير وكثافة عالية جدا. محافظة الشرقية من المحافظات التقيلة في عدد السكان. على الشمال هنلاقي في فرع هنا اللي انا بشاور عليه ده فرع دمياط، من فرع النيل يعني، والفرع ده فرع رشيد. طبعا بينهم في 3 محافظات. عندنا تحت الغربية وعاصمتها طنطا، كفر الشيخ عاصمتها كفر الشيخ برضو، الغربية عاصمتها طنطا، والمنوفية عاصمتها شبين الكوم. انا نسيت اقول ان الشرقية عاصمتها الزقازيق. ننزل تحت المنوفية، طبعا محافظات الدلتا هي المثلث، من جوه المثلث بالظبط. مفيش بس غير الدقهلية هي اللي داخلة واخدة جزء من المثلث مع دمياط. تحت المنوفية هنلاقي القليوبية، وهي برضو رغم ان هي تعتبر يعني مساحتها صغيرة، لكن هي كثافتها السكانية عالية، وبتوصل لمدن يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها. مدينة العبور تبع القليوبية. ونسيت اقول ان برضو مدينة العاشر من رمضان هي تبع الشرقية، يعني هي على طريق الإسماعيلية القاهرة. هنلاقي مدينة العاشر من رمضان هي إداريا تبع محافظة الشرقية. القليوبية برضو يعني في مدن يمكن ما حدش ياخد باله إن زي العبور هي تبع القليوبية. في جبين القناطر هنلاقيها برضو تبع القليوبية، وبنها بنوصل لحد القليوبية برضو. طيب لو جينا بصينا على القاهرة، طبعا القاهرة بقى غنية عن التعريف. فيها يعني بتبدأ من المرج في الشمال، وفي الغرب هتلاقي منطقة الساحل ورود الفرج. تحت بتوصل لحد حلوان طبعا. لا مساحة كبيرة جدا برضو، رغم ان هي تعتبر يعني ايه هي طبعا اعلى كثافة سكانية في مصر هي محافظة القاهرة. بتوصل في الجنوب لحد حلوان، وفي الشرق حاليا واصلة لحد العاصمة الإدارية. نيجي على الشمال كده هنلاقي محافظة الجيزة. وعلى فكرة محافظة الجيزة رغم ان هي يبان ان هي صغيرة، يعني النطاق اللي الناس عايشة فيه يعتبر صغير، منطقة الهرم وفيصل وناهية والمهندسين والعجوزة والمنطقة دي، لكن الجيزة شاسعة جدا وواصلة لحد حدودها، واصلة لحد حدود محافظة الوادي الجديد، وليها حدود مع مرسى مطروح. ودي معلومة يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها. الجيزة ليها حدود مع مرسى مطروح في الصحراء الغربية. وطبعا والجديد برضو اللي يمكن الناس ما تعرفوش ان الجيزة ليها جزء شرق النيل. الجزء ده اسفل حلوان، يعني بعد ما بتنزل بعد حلوان وطريق الكريمات، المنطقة دي كلها انا فاكر في محطة كهرباء مش فاكر اسمها ايه بالظبط، لكن هي المنطقة دي تحديدا اللي هي اول طريق الشيخ فضل. المنطقة دي تحديدا تبع محافظة الجيزة، هي شرق النيل، لكن اداريا هي تبع محافظة الجيزة. تحتها طبعا في محافظة الفيوم، وبعدها محافظة بني سويف. وبني سويف ليها حدود مع محافظة البحر الأحمر، لأنها تعتبر قريبة من مدينة الزعفرانة، وليها حدود مع الجيزة. لو جينا بس احنا ما خدناش غرب الدلتا. غرب الدلتا في عندنا البحيرة، برضو محافظة جايبة من حدود مع محافظة الجيزة، عند منطقة وادي النطرون. وادي النطرون يعني من ضمن محافظة البحيرة. وطبعا في مدينة الاسكندرية، رغم ان محافظة الاسكندرية رغم ان المساحة شكلها صغير، لكن طبعا مدينة الاسكندرية اسكندرية طبعا غنية عن التعريف، ومدينة كبيرة ومشهورة على ساحل البحر المتوسط. بعد كده هنلاقي مطروح. مطروح يمكن من أكبر المحافظات مساحة بعد الوادي الجديد. بتبدأ من بعد العلمين، أو من العلمين لحد نهاية الحدود مع ليبيا في الغرب. هنلاقي مرسى مطروح لا هي مساحة كبيرة بصراحة. يعني ننزل تحت بعد الفيوم. احنا قلنا الفيوم بعد الجيزة، وبعد كده بني سويف، المنيا. طبعا محافظات الصعيد هتلاقي محافظة طولية بشكل، حتى اللي بيركب القطر يعني لو انت رايح اسوان لازم هتعدي على كل المحافظات. مش زي محافظات الدلتا، انت لو من القاهرة رايح بورسعيد مش هتشوف باقي المحافظات، انت هتشوف الشرقية، هتعدي على طريق الاسماعيلية، هتعدي على بورسعيد. حتى لو انت رايح كفر الشيخ هتعدي برضو على المنوفية، الغربية، كفر الشيخ.
او الدقهلية او دمياط يعني. لكن الصعيد طبعا خط طولي بطول فرع نهر النيل اللي رايح من القاهرة لأسوان لازم هيعدي على كل المحافظات اللي في الصعيد. الصعيد من أكبر المحافظات فيها المنيا وطبعا الوادي الجديد. المنيا محافظة كبيرة ليها حدود مع محافظة البحر الأحمر. تحت المنيا في أسيوط وعاصمتها أسيوط. المنيا عاصمتها المنيا، وبني سويف عاصمتها بني سويف. كل محافظات الصعيد هتلاقي أسامي المحافظات على أسامي المدن اللي هي عواصم المحافظات. الفيوم عاصمتها برضو الفيوم. ننزل تحت هتلاقي سوهاج عاصمتها سوهاج. قنا، جنة طبعا يعني غنية عن التعريف، برضو قريبة جدا من الغردقة ومحافظة البحر الأحمر. والأقصر، الأقصر أصغر محافظة وهي تعتبر مدينة وحواليها قرى. وطبعا في تقريبا مركز القرنة، وهي محافظة طبعا شهيرة جدا وغنية عن التعريف يعني. ننزل تحت هنلاقي محافظة أسوان، ودي ممتدة من الأقصر طبعا، ممتدة على إدفو وأسوان وكلبشة، يعني من محافظة الأقصر لحد نهاية الحدود مع السودان. في على الشمال محافظة الوادي الجديد، ودي فيها طبعا عدد كبير من الواحات. هي تبان على الخريطة إن هي صحراء، لكن لو دققنا يعني لو جينا على الخريطة في الشمال أهوت، وجينا مثلا دي محافظة الوادي الجديد، نقرب بس كده هتشوفوا كمية مدن كويسة. يعني دي مدينة الخارجة مثلا، هتلاقوا لا يعني في مناطق سكانية وزراعات. يعني لو زومنا كمان هنلاقي في هنا مناطق الناس عايشة فيها. دي مدينة كاملة يعني، مش زي ما انتوا فاكرين ان الوادي الجديد محافظة لا فيها كثافة سكانية. في شوفوا طبعا انا لو خرجت من الخريطة خالص ما كانتش باينة، يعني مدينة الخارجة ما كانتش باينة. لو جينا رحنا في الشرق هتلاقي طبعا محافظة البحر الأحمر، ودي شاسعة جدا بادئة من بعد العين السخنة من محافظة السويس، ليها حدود مع بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، هنا الأقصر وأسوان، وحدود طبعا مع دولة السودان. عاصمة البحر الأحمر هي الغردقة، وبتمتد لحد حلايب وشلاتين في الجنوب. وطبعا كل حدها الشرقي هو البحر الأحمر. يا رب تكون المعلومة وصلت. أتمنى دعمكم واشتراككم في القناة، وأشوفكم دايما على خير. مع السلامة.